السلام عليكم. علشان ما يضحكش عليك لو بتشطب شقتك، ان شاء الله تعالى هعمل شويه فيديوهات عن الحاجات اللي انت ممكن تقع فيها او المشاكل، او بمعنى اصح الحاجات اللي ممكن يضحك عليك فيها في مجال التشطيبات. عشان اختصر عليك وما اطولش عليك، اول حاجه هتكلم فيها النهارده ان شاء الله وهي موضوع المطبات. مين فينا بقى ما شافش على السوشيال ميديا مثلا شاف حاجات مشاكل عملاء كانت بتعرض مشاكلها، ده صح ولا غلط؟ دي مشكله مين؟ انت نفسك بعد ما شطبت لقيت ظهر عندك المطبات. طيب باختصار كده، المطبات دي سببها ايه؟ ليها علاج ولا لا؟ المطبات دي سببها المحاره السيئه. 90% من اي محاره انت بتستلمها سواء في كومباوند، اسكان متوسط، اسكان عالي، ايا كان المحاره زي الزفت. وده بيرجع لان طبعا متوسط سعر المتر ما بيسمحش للصنايعي انه يسلم الجوده العاليه. حلو الكلام؟ ما بيسمحش ان هو يسلم الجوده العاليه. فاصبح النهارده انه بيسلمك شغل رديء بالبلدي كده على قد فلوسهم. ودي مش مشكلتي، انا مشكلتي انا بقى المطبات دي بتتعالج؟ المطبات دي مشكله وبتتحل؟ بص يا صاحبي، يعني هي باختصار لو المطبات دي بنسبه خفيفه الدنيا بتمشي. طيب احنا بنشوف مطبات، يعني مثلا شقه زي اللي انا فيها دي السقف عامل كده بومبي، والله العظيم عامل زي الكربون. طيب ده هتتعالج؟ مفيش، الموضوع صعب جدا. طيب انا هسرح بخيالي شويه وامشي معاك مع صنايعي قال لك بص يا مدير، انا ان شاء الله هظبط لك السقف ده باذن الله، تستلم مني شغل مزيكا. طب هتشتغل ازاي؟ لا دي قصتي انا بقى، هجيب لك المالك الكبير والكف العريض والمش عارف السكينه السمينه، وهبدا اشتغل، وهشتغل بقى باعتبارد، واحط ممتاز، واحط مش عارف ايه، واحط. انت اقول لك على ملحوظه بس صغيره تعرفها، انت تعرف ان المهندسين والناس اللي فاهمه في شغلها في مرحله المهاره ما بيدخلش الجبس ابدا، ما يدخلش الجبس الشقه. ليه؟ علشان هو مش عايز عصب الشغل بتاعه يبقى ضعيف، فبيشتغل بطريقه واحده بس وهي الاسمنت الاسود. انا مش مستعجل على الشغل، واللي بيخلص النهارده يخلص بكره، الحيطه عايزه امرانه انبشها. المهم ان انا ما ادخلش الجبس ده، الجبس اللي هو اصلا بيتعمل منه المصيص في التربيات والتخانه اللي ممكن توصل لسنتي و2 سنتي، تمام؟ وبربي بيه الجبس اشد من المعجون. يجي بقى صنايعي فزلوك يقول لك انا، ويستغل عوزك ويستغل نقطه ان انت عايز تحل المشكله. انا هقول لك يا عم، هنقول ان الراجل ده حل المشكله، مع انه مستحيل مستحيل مستحيل. انا اكلمك من شق تاني خالص، من ناحيه تانيه خالص. هنقول ان هو عالج المشكله، تمام؟ عالجها ازاي؟ حط كميه معجون رهيبه على الحيطان وعلى الاسقف. انت تعرف ان المعجونه البلد اللي هي اشد معجونه وجدت في التاريخ يعني عموما، وكانت انسب معجونه، بتفرقع. ومن زمان وانا عيل صغير في الصنعه دي يقول لك ما تربيش جامد بالمعجونه دي عشان هتفرقع. ادي المعجونه البلدي اللي كان معظم الشغل على المحاره. انا بقى باجي على شغل سواء محاره او شغل متشطب قبل كده، واديله كف 60 سم والكف المتر، وواحد يسحب لك بضرفه شيش، وابدا ان انا اسيب كميه معجون على الحيطان، واقسم بالله ما بيعالج حل نهائي، هو بس بيحسن لك شويه، ومعجون على الحيطان. في كل ده مستغل هوسك ان انت عايز الحيطان مسطره، عايز السقف مسطره، واقسم بالله ما في حاجه بتحصل من ده كله. واللي انت عملته ده من اخطر ما يكون. انت رميت نون، وطبعا هو اشتغلك قال لك الكف المتر طبعا هيزيد المتر مترين، ومش عارف احنا تعبنا فيه، وشوف وشوف وشوف، واشتغالات انت بتقع فيها بالعبيط، تمام؟ كل ده عشان هوسك، وده حقك. انا ما بقولش من ده مش حقك، هو ده حقك، بس انت فكر ان انت مهووس علشان عايز تخلص من موضوع المطبات، تمام؟ بس صدقني مفيش كده. المطبات دي ما بتتعالجش الا بالمحاره. يعني انا شفت كان في شقه برضه اسكان، زبون مش عاجبه منظر السقف. انا ما اشتغلتهاش، انا شفتها كده قصادي يعني. عمل ايه؟ هو عامل بيت نور، السقف بتاعه والله العظيم سحبه كله فلات بالجبس بورد نفسه، وبعد كده عمل بيت النور بتاعه بحيث ان هو لما يحط الليد داير ما يدور يبقى ما ضربش، ما عملش مطبات. ده مثلا حل. الراجل ده لو لاقي حل اسهل من كده كان عمله،
انت طبعا هتسرح بخيالك، مثلا ده غالبا المهندس اللي ماسك الشقه دي، هو المهندس ده ما عندوش نقاش يشتري الكف العريض؟ ما هو عنده. والاقتراحات بتاعت المطبات دي موجوده في السوق من قديم الازل، يعني من قديم الازل بقى لها يجي 4 5 سنين والناس عماله تهري وتنكت فيها اكتر من الارض كرويه مسطحه. الناس هرست موضوع المطبات ده، بس الراجل وصل لحل عملي وحل فعلي. في مهم قوي تعرف دي، حل فعلي. الجبسون بورد مش هيفرقع مع الوقت، هو ثبت وخلصنا. لكن المعجون اللي انت بتحطه على السقف ده خطر جدا. انت ما بتحطش مونه ولا اسمنت، انت بتحط معجون مش من الخواص بتاعته، مش من الخواص بتاعته خالص ان هو يتربى بيه التربيه دي كلها. للاسف الشديد بتلاقي مهندسين وناس دارسه وفاهمه وبيمشوا ورا الكلام ده. يا باشا انت مش مصدقني؟ عندك اي كتاب هندسي شوف مراحل تشطيب النقاشه هندسيا المفروض تكون كام ملي في الاخر. انا والله قرات قبل كده كان حاجه زي كده متوسط المرحله بتبقى مش عارف حوالي من 30 ميكرون ل 40 ميكرون، هو حاجه في الاخر كده ما بتجيبش نص سنتي في النهايه. كل مراحل النقاشه، كل مراحل النقاشه ما بتجيبش معاك نص سنتي. انت في سكينه معجون واحده بتربي لي سنتي ونص سنتي. المعجون ده مش من الخواص بتاعته كده، المعجون ده هيفرقع هيقع. طب انت عايز حلول عمليه بقى علشان خاطر المطبات. اولا انت بتخدم الشغل قدر المستطاع، خلاص اخدم شغلك قدر المستطاع على قد ما تقدر من غير الاوفر اللي احنا بنعمله ده. المطبات دي يبروزها الاضاءه، يعني يضايقك فيها موضوع الاضاءه ولمعه الدهان. فيبقى الحل كالاتي: بتشطب شقتك انسب حل اللي هو لو مثلا في دوماستيك 7% من جوتن، او في عندك اكريكوت من سكيب، وعندك 15000 اللي هو الكمبيوتر من جينيس. المهم بلاستيك لمعته هاديه يا دوب يتغسل، لو مطفي كمان وبيتغسل مفيش مشكله. اللمعه واللون الفاتح بيقللوا من ظهور المطبات. دي نقطه. تاني نقطه والمهمه قوي توزيع الاضاءه. معلش ما تبقاش عندك مطبات في الحيطه تعمل لي فوكس على الحيطه. تبقى شقه اسكان اجتماعي اساسا يعني موج البحر، والله العظيم موج البحر طالع ونازل، وانت عامل جبس فلات وعامل لي شادو جاب ايه بس اللي انت عامله؟ يا عمي انت ظروفك كده، انت امكانياتك كده، انت ربنا حطك في الشقه بتاعتك، مش هينفع يطلع منها اكتر من كده. ما تجيش انت بقى تصعبها على نفسك. في مطبات ابعد الاضاءه نوعا ما عن الحيطه، ابعدها. عامل مثلا الاضاءه بايظه، عملت جبس فلات، مش لازم شادو جاب ليه؟ انت عندك مثلا ليد بروفايل، اعمل سبوتات، في سبوتات شكلها شيك، لو في ليد بروفايل بتبقى شيك. خلي الاضاءه بتاعتك في النص وبعيد عن الحيطه. عامل بيت نور بس، مع انه ايدن، بس انت خلينا ان انت عامل بيت نور بس، مفيش مشكله. البيت النور عرضه 40 سم، خلي الراجل يكبره لك 5 سم، وابعد الاضاءه بتاعتك ما تخليهاش نازله فوكس على الحيطه. لما تبعدها تخليها على بعد 25 سم من الحيطه وتسيب 20 بره، هي مش هتشتكي والله، مش هتبقى بلدي، بس انت ما ركزتش اضاءتك على الحيطه، ما كانتش نازله فوكس على الحيطه. انت من الاخر انت ازاي بتتلاشى وتتعايش مع المطبات. نصيحه اخويه، ما تخليش حد يبيع لك الوهم. معظم الفيديوهات اللي انت بتشوفها يقول لك قبل وبعد، ركز فيها. هتلاقي مثلا في الشات كان عامل شادو جايب من زاويه يظهر فيها العيب قوي، وبعد ما خلص ما بيصورش من نفس الزاويه. انا شفت ده كتير، بس انا عشان في الصنعه فانا فاهم. ما بيصورش من نفس الزاويه، او كان يبقى منور الشادو داير ما يدور ومصور المشكله، ويرجع يسحب معجون ويعمل، وبعد كده يصور وهو طافي ومنور الاضاءه اللي في النص مثلا. انا بشوفها كتير. وممكن ناس يوهمك بس كده انه عالي، ان هو مشغل الاضاءه من نفس الزاويه وشوف قبل فرق وبعد. ما هو انت مثلا ما انت سحبت شطبت الشقه 4 سكين معجون وظهر المطبات، شوف بقى يا جماعه المطبات ومش عارف ايه واحنا هنحلها ازاي، وجيت رازعها 3 سكاكين تاني. اولا كده انت وقعت في المحظور ان انت ربيت كميه معجون كبيره. ثانيا معلش انت حسنت شويه، وانا مش فكره انا حسنت شويه، انا عايز اعالج الموضوع، فالموضوع ملوش علاج يعني. خلاص
بلاش اضاءه على الحيطه، ابعد عن الاضاءه على الحيطه، خفف من نعمه الدهان، اعمل اللي تقدر عليه. بس هو ده موضوع المطبات. لازم لو انت عندك سؤال او حاجه في القصه دي وعندك اعتراض على كلامي، انا برحب بالنقد، فرد عليا في الكومنتات وانا ما عنديش مشكله ارد عليك. بس خلاص، السلام عليكم.